السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا جايبه لكم طريقة عمل تخليل الليمون المعصفر. الليمون المعصفر مش زي الليمون التاني العادي. الليمون العادي بتبقى قشرته ناعمة شوية وطرية، مش زي الليمون المعصفر بتبقى قشرته تخينة وتكون تحس كأنها برتقانة كده، وبتبقى الليمونة بتاعتها كبيرة شوية مش صغيرة زي الشكل اللي معايا ده. ليمونة كبيرة مقربة الاستفندي. باخد الليمونة بتاعتي وبشقها 4/4، بس ما بنزلش لتحت خالص علشان تبقى الليمونة ماسكة نفسها، يعني من بوزها بس كده نص شقة زي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعمل الكمية اللي عندي بقى. انا جايبة هنا 2 كيلو ليمون. انتوا بقى براحتكم، عايزين تعملوا 2 كيلو، تعملوا 5 كيلو، تعملوا اللي انتوا تعملوه براحتكم تبع الكمية اللي عندكم. باخد بعد ما بشق الكمية اللي عندي كلها ببدأ اسلقها نص سلقة، يعني ما بسلقهاش جامد، لان الليمون المعصفر لازم يبقى ماسك نفسه ويجي يتقطم كده، ايه، يكون بقطم معاك شادد شوية، ما يكونش عشان ما يتهرش مني. ده الشكل بعد ما سلقته. بدأت الليمونة تفش من بوزها كده، تتفتح شوية، وبجيب معايا بقى 3 جزرات 4، اي حاجة زي ما انا عايزة، وابشرهم في المبشرة بشر خفيف، مش ناعم قوي ولا خشن قوي، يعني بيكون بالمنظر ده، اللي هي السنة التخينة شوية، مش اللي هي الناعم. ادى الجزر بتاعي اهو مبشور بالشكل ده. وبجيب فلفل احمر حوالي 5 6 قرون فلفل، وافرمهم في الخلاط مع ادى الفلفل بتاعي. بعد ما اتفرم بقى بالشكل ده، باخد معلقتين عصفر، ومعلقتين حبة البركة. ده طبعا تبع الكمية اللي عندي. انا عندي جايبة الكمية المعلقتين من ده ومعلقتين من ده لان البرطمان بتاعي صغير. انا عندي هنا كيس ملح اللي هو بيبقى حوالي نص كيلو. البرطمان بتاعي هنا صغير على قد الليمون بتاعي اللي هو 2 كيلو. انا طبعا بقى هجيب البرطمان على قد الكمية اللي عندي. لو عندي ليمون اكتر اجيب البرطمان اكبر شوية، بحيث ان ياخد الكمية بتاعتي كلها. واعمل حساب ان انا هيتحط فيه كمان مية عشان ياخد ده وده. ابدأ بقى اخد الفلفل اللي انا فرماه واحطه، واحط الخلطة اللي عندي كلها، واحط العصفر والجزر بتاعي. شويات منه، ما بحطهمش كلهم. حطيت حبة جزر وحطيت شوية فلفل احمر، واحط شوية حبة البركة، وحطيت العصفر اللي عندي. زي ما احنا شايفين كده. وابدأ اقلب الخلطة اللي عندي، وازود الملح عليهم، بس الملح مش كله برضو، انا هحط شوية، وباقي الملح بقى هحطه على المية في الاخر، هشربه لليمون بعد كده. انا خدت شوية مع على قد الكمية اللي معايا، واقلبهم كلهم في بعض لغاية ما اتخلطوا كلهم مع بعضهم. وابدأ احط بقى الفلفل، شوية فلفل احمر كمان عليهم. يبقى الخلطة بتاعتي عبارة عن فلفل احمر وعصفر وحبة البركة والجزر وملح. انا كده قلبته وكله عد، كله يعني اختلط مع بعضه بقى بالشكل ده. ابدأ بقى اخد الليمون بتاعي واعبي فيه في قلبيته كله، بحيث ان هو يشد الخلطة بتاعتي بالشكل ده. ابدأ احشيه في قلبه كأني بحشي برنجان كده، زي ما اكون هحشي برنجان. وابدأ ارصه في البرطمان واحدة جنب واحدة.
الليمون المعصفر ده بيبقى جميل جدا وبيبقى طعم، بيفتح النفس للاكل، وبعدين بيتعمل في يعني في وقت قليل عن الليمون التاني، يتاكل بسرعة، ممكن اكله بعدها باسبوع. يعني بيبقى طعمه جميل يفتح النفس. الليمون التاني ممكن يقعد مدة طويلة، اسيبه ممكن يقعد عندي من سنة للسنة كده. وبرضه ممكن الليمون المعصفر يعني يستحمل ان هو يقعد مدة طويلة، بس هو ينفع يتاكل برضه في اقل وقت. انا كده بحط الليمون بتاعي كلته بقى، بعبيه بالشكل ده، بحشي قلبيته. طب انا شايفه الليمونه ماسكه نفسها لاني مش سلقاها جامد، يعني تعتبر يعني ايه كانها ما سلقتش، هي سلقتها بسيطه. لانها لو كانت مسلوقه جامد كنت مجرد ما انا هاجي افتحها واحط فيها الخلطه بتاعتي هتفش وتتكسر منش، ومش هتستحمل الحاجات ده كلها. بيبقى فيه ليمون اكبر من كده كمان، يعني بتبقى حجمه كبير عن كده، في ناس بيجيبوه بيعملوه برضو، بتبقى الليمونه ما شاء الله يعني بقد ليمونتين من دول، هو ده اللي ينفع العصر. وفي ناس بتجيبه الليمونه كبيره وبتشقه حلقات وبترصه وتحط عليها الخلطه دي، وبرضو بيشرب الخلطه وبيبقى طعمه جميل. يعني سواء اعمله بالمنظر ده او اشقه برضو هيستحمل لانه مش مسلوق جامد. انا عندي كده زي ما انا شايفه كده اهو، برص بقى الليمونه فوق الليمونه كده لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. بكده اتبقى معايا باقي الخلطه بتاعتي، اخدها بقى واحط عليها الميه عشان اشرب الليمون اللي عندي كلته في البرطمان، واقلبها كلها عشان تشد الخلطه كلها، اشد ملحيه لغايه ما تدوب كده بالمنظر ده. وبحط بقيه الملح بتاعي اللي عندي، وابدا اشرب البرطمان بتاعي بقى كلته، اغطيه مخليش باين منه اي حاجه عشان كل الليمون يشد الميه بتاعته يبقى كويس وحلو. اهو انا عندي حطيت الميه، لقيته عايز كمان محتاج ميه، حطيت له وزودته لغايه ما اغطيه مخليش باين منه اي حاجه. وده شكل برطماني في الاخر، شكله جميل وشكله يفتح النفس، عايز يتاكل وهو كده من قبل ما يتخلل كمان. ما شاء الله ريحة الفلفل جميلة فيه والعصفر والحجر ريحتها جميلة جدا، ويتاكل في اقل وقت ممكن، يتاكل مع اي حاجة يفتح النفس. ده شكل البرطمان ما شاء الله. انا عايزاكم تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. وبكده نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة، ودوسوا على زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني، واعملوا لي تعليق في الكومنت ايه رأيكم، انتوا جربتوه وايه طلع معاكم حلو ولا عامل ايه. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.